السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا أسعد؟ مرحبا. مرحبتي فيك وسالتي. أهلا أنا باغي وسهلا. نوصل أنا باغي نوصل رسالتي من هون. عندنا نحن اللي كاين في تندوف. نحن لسنا محتجزين، نحن لاجئين، محتجزين، لجنا لاجئين، وقابضين ما خلينا نمشوا للصحراء ديالنا، موقفين علينا الحصار. لحظة لحظة، أنت محتجز ولا إيش؟ أنت خربطتني الآن. نحن لسنا لاجئين، نحن محتجزين. أنتم وما بغى محتجزين يخلونا، محتجزين ما من بغى من؟ يدخلون من اسمه من الجزائر، من العسكر الجزائري. وهذا العلم اللي معك ما هو علم ماذا؟ هذه جمهورية تندوف. جمهورية تندوف ولا جمهورية الصحراء المغربية القذافية؟ جمهورية تندوف هاي. يا أخي أنت خربطتني يا أخي، من متى في جمهورية تندوف؟ وما هذا أنت من أين جيت لنا أنت؟ ممكن نحن أوضح حاصرين، سعيد؟ نحن حاصرين قابضيننا. يا أنا ما فهمت حاجة يا أخي. الرأي هذا من ممكن وين؟ أوضح لك. إيه. هو مؤخرا تعالت أصوات الصحراويين المحتجزين في مخيمات الرابوني على الأراضي الجزائرية حاليا، وهذه الأصوات تنادي بقيام جمهورية تندوف الصحراوية على ولاية تندوف التي تبلغ مساحتها 159 ألف كيلومتر مربع، من ضمنها بشار ويعني تندوف حاليا. فهذه الأصوات بدأت تتعالى بعد أن تيقنوا أن إنشاء جمهورية صحراوية على أراضي الصحراء الغربية المغربية أصبح مستحيلا. الآن هذا العلم اللي عنده جديد يعني، ولا هو القديم الأول هذا؟ لا، هو نفسه. هذا العلم أصلا أخي أسعد مرفوع في منطقة تندوف، ليس مرفوع في الصحراء الغربية المغربية. هذا علم الجمهورية الصحراوية تندوفية في منطقة الرابوني يعني داخل هم الأراضي هذا العلم الجزائرية. هذا العلم أنا مو شايفه بشكل سليم، هو ليس حق البوليزاريو. لا، هو اللي حق البوليزاريو. هو نفس العلم. قابضيننا 50 سنة، هم قابضيننا ما خلينا. يا رأي، أنا هذا الرجل خربطني. علم من هذا؟ هذا علم الجمهورية الصحراوية، علم بوليزاريو في تندوف. يعني الأخ بوليزاريو بس من جماعة هذولا هذا من المعارضين للقيادة الصحراوية. معارضين. معارضين. أنت من جماعة محجوب السالك، خط الشهيد. ها. أنت في خط الشهيد. نعم. خط الخريط يا أخي، كلكم سواء، بلا شهيد بلا بطيخ. قابضيننا، خاصنا نتكلموا، خاصنا نوصلوا صوتنا للسمو، الناس يسمعونا، الناس يتكلموا عنا. احنا رانا قابضيننا 50 سنة، هم قابضيننا. قابضينكم يا أخي، ليش ما ثوروا اعملوا انقلاب؟ ما نقدوا. يعني ايش ما تقدوا؟ كتلوا فينا اثنين اللي كتلوا فينا. طيب يا اخي انت ليش رافع علم؟ يا اخي خليك مغربي وخلص لك من هذا الوجع الراس. غير هم ما خلونا يطلصونا، هم ما طلصونا، ما خلونا نمشوا. ما خلوكم ترجعوا؟ يعني اذا فتحوا لك بترجع المغرب؟ والله يديني نرجع من غدا. والله يديني نرجع من غدا. كم عددكم اللي انتم طفشانين وزهقانين من هذا البوليزاريو؟ عددنا 20,000. الله 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 الله. لا يا اخي صلي على النبي، اللي في المخيمات كلكم كم عددكم؟ عددنا 20,000 وما يلاحق. 20,000 ما يلاحق. طيب انت الان تتكلمني من اين؟ انا نتكلم من الجزائر. انا غير انا مفصل عليهم شوي. انت استطعت تخرج للجزائر؟ انا مرق وندخل. انتم انا درك تكلمت في المخيمات لا يقبضوني. انا درك تكلمت في المخيم. يعني من داخل الجزائر ما فيش عليك خوف؟ انا درك انقبضت. انا درك قبضوني في المخيمات. لا يقتلوني، راه قتلوا مني اثنين، اللي قتلوا مني اثنين. قتلوا منكم اثنين ليش؟ لانهم اكتشفوكم ولا كيف؟ عاد هذريك 5 ايام يقتلون العسكر. طيب ما دام عددكم 25,000 كما قلت انت يا اخي، رقم كبير، يعني ممكن تقلبوا المخيم على اللي فيه. هم قابضين مش معدلنا، جايبين ايران يعلم فينا ويدرب فينا. ايراني؟ ايران جايبينهم من المخيمات يدربوكم؟ حقها. انت شاركت في قتال من قبل؟
شاركتها. شاركت ضد المغاربة؟ شاركت. قتلت أحد ولا شيء، ولا عملت حاجة، ولا عملت جريمة؟ لا، معدلين تدريب، معدلين يدربونا. طيب أنت الآن يعني لماذا لا تغادر ما دمت في الجزائر؟ اركب طائرة وغادر إلى تونس، ومن تونس روح المغرب. ما عندي ورقة، ما عندي ورقة ما حراك عندي. أنت، حراك. أنا ما عندي ورقة ما عندي. أنا شايفك الآن بتكلمني وأنت بترجف، أنت بخير؟ الورقة قلت لك ما عندي الورقة. أيوة، ما عندك ورق ولا عندك حاجة ولا تستطيع تسافر؟ ما عندي شيء. منين اللي يركب؟ يا الله، يعني إذا استطعت تركب بتغادر البلد كلها؟ والله دني نغادرها من غدا. من غدا؟ ها، أنا شايفك الآن تتكلم وأنت شوية مرتبك، أنت خايف ولا شيء؟ ما اسمه معزول وحدي في اسمه في بيت، معزول وحدي وما ناعس لوحدك؟ معزول. معزول. ها، وين العائلة، عائلتك؟ عائلتي انا في العيون. إذا عائلتك مرتاحة وأنت اللي بتعذب يا مسكين. والله الله 50 سنة مبيعين الوهم. 50 سنة. أنت على تواصل مع عائلتك في العيون؟ ها إيش يقولوا لك هناك؟ ماذا تقول لك عائلتك؟ كيف حالهم في العيون؟ هم الصع. انا ابويا في الفوسفات ولا باس عليهم، ما خاصهم خير، الحمد لله بخير ولا خير. مرتاحين في العيون؟ مرتاحين بخير ولا خير. أنت رحت العيون من قبل، أنت كم عمرك؟ انا عادي دريك، انا عندي 35 سنة. 35؟ ما رحت العيون من قبل؟ نهائيا؟ طول عمرك كنت في المخيمات؟ يا أخي طيب أنت تقول لنا كلام مختلف يا أخي. اللي في المخيمات يقول أنها مخيمات العزة والكرامة، وأنت تقول لي قابضيننا. هم قابضيننا 50 سنة. أنا أخطفوني مع هذا، مع اسمه أخوالي جابوني معاهم. أخوالك اختطفوك؟ أخوالي جابوني معاهم. جابوك مع من؟ معاهم هم ولا؟ أخوالي جابوني معاهم. أخوالي. إيش أخوالك؟ أخوالي يعني هو ذهب إلى المخيمات الرابوني في الأراضي الجزائرية التي يتم احتجاز فيها الصحراويين مع عائلتها ومع أخواله، فبقي جزء آخر من عائلته في. لا وكأنه يقول إنه أخواله. وضح له الرأي المغربي، وضح له التي تعرف. نعرف. لا خص هؤلاء الناس هم بعض يعني المواطنين المحتجزين في مخيمات تندوف داخل الأراضي الجزائرية. أخي أسعد، ما يسمى بالجمهورية الصحراوية هي توجد داخل الأراضي الجزائرية في منطقة الرابوني البعيدة ب 28 كيلومتر عن مدينة تندوف. هناك ممنوع التنقل، وإذا تابعت فيديوهات على منصات يوتيوب ستجد أن كانت هناك مظاهرات للتنقل لأنه ممنوع عليهم الخروج من المخيمات، بل أن القيادة البوليزاريو أعطت أوامر للجيش الجزائري لأن كل أحد تمكن من الفرار من المخيمات يتم استهدافه. تقريبا أسبوع من الآن كان هناك استهداف لأحد الشباب الصحراويين اسمه السعيد شي حاجة، المهم الاسم كان لا أدري به، تم قتله بعد أن تجاوز المنطقة المسموح بالتحرك فيها وهي مخيمات تندوف. فهذا الأمر يعني أنا فهمت هذا المعلومات هذه، بس أنا هذا الولد يعني من كلامه أنه بريء ومسكين وعلى نيته فعلا، يعني تحس أنه بيقول كلام. أنا أريد أعرف أنت كيف خرجت من المخيمات إلى الجزائر؟ أنا مشيت. أنا جابوني أخوالي الصغير اسمه تندوف الجبهة. جابوني لحد كانت عندي 7 سنوات. الله أكبر. أخوالك؟ أخوالي حق. والله أنهم مجرمين. وش نعدل؟ ما عندنا نعدل. طيب أنت الآن كيف خرجت من المخيمات إلى الجزائر؟ كيف استطعت تخرج؟ هو الطريق سالكة، يعني الطريق مفتوحة للكل، ولا كيف عملت؟ من الموريتان. عبر موريتانيا؟ طيب يا أخي الله يرحم والديك، أنا الآن حريص عليك يا أخي، لازم تدخل المغرب، تدخل العيون عند أهلك أنت.
ما عندي ورقه، ما ينقد ما عندي ورقه لا ينقد ما ينقد. إذا دخلت الأراضي المغربية بيعرفوك بيدخلوك. وما عندي ورقه اللي ندخل فيها، ما عندي اللي نتحرك، ماني عارف شي، ماني عارف مين نمشي، ماني عارف ما تدري أن تمشي ولا حاجة ولا حاجه. طيب أهلك آخر مرة شفتهم متى؟ انا ما حد صغير، انا مرقت من العيون، ما حد كنت عندي 7 سنوات. ما شفتهم؟ ما شفتهم. يا الله، منذ أن أخذوك أخوالك ما شفت أهلك؟ الصل حق بعض. تتواصل معاهم تليفونيا شيء؟ ها يا نتواصل معاهم في التليفون. يا الله. طيب يا الرأي المغربي يا أخي، شوفوا الحل هذول المساكين اللي ناويين يهربوا ما لقيوا طريق. أنتم كمغاربة مسؤولية إنسانية قبل كل شيء. لا والله أخ سعد، حاجة نوضح هذه النقطة بالنسبة للمملكة المغربية، ومن خلال سفير المملكة في الأمم المتحدة أكد أنه لن يدخل إلى أراضي الصحراء الغربية المغربية إلا من هم صحراويون ينتمون إلى المنطقة، لأنه للأسف الشديد طيب في مخيمات مثل هذا ما ذنب؟ أخذوه الطفل، لا يوجد صحيح صحيح، لكن في مؤخرا يعني بعد أن ثبت أن تنظيم البوليزاريو كان يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل الأقاليم الجنوبية، المملكة في حرصها على أمن المنطقة والسكان اتخذت تدابير من أجل يعني عدم يعني السماح لأي كان إلا بعد الثبوت من أمره من يكون. وهناك ما يسمى بشيوخ تحديد الهوية، شيوخ صحراويون يعني يحددون هوية هذا الشخص من خلال يعني سؤاله عن أهله وأجداده وإلى أي قبيلة ينتمي وإلى أي فخذة من القبائل ينتمي، متى ذهب، متى، يعني كل هذه المعلومات من خلالها يتم الدخول. أنا أنصحه إلى أن يتوجه إلى منطقة الزويرات القريبة من تندوف، بعدها إلى الرأي المغربي. أسأله يا الرأي المغربي أنا تدريني. أوكي لحظة، أقول لك أنت أخي جمهورية الصحراء، أهلك في العيون عندهم الوثائق المغربية وأمورهم طيبة كمغاربة؟ الصل حق بعض. أهلك أسرتك عندهم بطاقة المغربية. طيب يا الرأي يا أخي، إذا أسرته عرفت به يعني أو أثبتت أنه ابنها يمكنه الدخول، لكن أنا كنت سأكمل لك. أنا أنصحه بالتوجه إلى مدينة الزويرات الموريتانية القريبة إلى منطقة تندوف، بعدها سيمكنه التوجه إلى نواكشوط العاصمة، سيجد هناك سفارة المملكة المغربية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يمكن أن يتواصل معهم، من خلالهم يمكن أن يراسلوا يعني السلطات المعنية في المغرب من أجل الاستفسار عن أسرته وعائلته ويعني كل المعطيات. بعدها يمكن أن يتم صياغة الأوراق المناسبة لاجتياز البوابة الحدودية الرابطة بين المملكة المغربية وموريتانيا وهي القرقرات. حلو. انت سمعت يا صحراوي ايش قال لك؟ ينعدل المتابعه ينعاد شنو؟ وش ينعدل المتابعه واللي ينعاد شنو ينعدل في الخاص. يا الرأي يقول لك ما سمعت كلامه، هو ذكر لك اسم مدينة، قال لك ما دمت عبرت عبر موريتانيا اذهب إلى هذه المدينة، هي قريبة من نواكشوط، ومن نواكشوط روح السفارة المغربية. انا ماني عارف شيء هو اللي يعدل طريق دارك اللي يعدل. يا الرأي الأخ. طيب أنا لازم أهربك علي الليلة قبل بكرة. كيف أوصل لك؟ هذا طيب، نزلوه طيروه، مشى مسكين. لا حول.